أكثر من نصف الحزب. حزب نداء تونس يعني حزب نداء تونس يساند لا يساند سيد الباجي قايد السبسي في الانتخابات للرئاسية، لأنه الناس تخمم في مصلحة الدرابو. ونقول لك حاجة، 90% نتاع القياديين النهضويين يعرفوا اللي كلامي صحيح. يعرفوا اللي كلامي صحيح. ونقول لك في وجهك، ثم قياديين في نداء تونس على بينه من الشيء هذاك، وقالوا بالحرف الواحد شعلنا فيه احنا مو عام ولا عام ونص ندبروا به روسنا ومن بعد ربي يعمل تاويل. ندخلوا ساعة القصر والحكم وبعد ربي يعمل تاويل. شعلنا فيه احنا مو عام ولا عام ونص ندبروا به روسنا ومن بعد ربي يعمل تاويل. ندخلوا ساعة القصر والحكم وبعد ربي يعمل تاويل. هاهم المندسين الحقيقيين. هل ينجم يكمل ال5 سنوات قادر على القيادة؟ اليوم راهو فما حكايات اخرى مش تخرج لنا، من بعد نلقاو رواحنا مع بحكم مش حكم الباجي فقط، باش تولي حكم عائله. ماكش انا ما نحبش نتكلم، اما فما باش نلقاو جو اخر، جو نرجعوا للمنظومه تبنى عليه 73 سنه والعائله هي اللي تحكم وهو ما شاف شيء. عمره 73 سنه، عائلته اللي تحكم. شنو هي المشكله؟ علاش صارت الثوره؟ نفس الحكايه، العمليه اليوم مش قاعده تصير مع الباجي، قاعده تصير معاه اليوم، وتو الناس تشوفها. انا اش تحبني نعمل؟ ماذا بيت توضح لنا هذه حكايه العائله، خاطر ما فهمتهاش. العائله شنو عائلته؟ احنا مش يكون عندنا منظومه مش تلقى ولده يحكم، ولده يحكم وبنته تحكم وولده الاخر يحكم وعائلاتهم تحكم والاقارب يحكموا ويتدخلوا ويحلوا في المشاكل. هذيك هي معناها حكم العائله.